تاو ما كانش صفقة عادية، وده كان صفقة كبيرة ومش متوقعة. احنا عارفين تاو من ايام صن داونز، وشفناه بيلعب منتخب مصر لوحده في افريقيا 2019 في استاد القاهرة. شفناه مع كلوب بروج قدام ريال مدريد، وجبناه من برايتون. بدايته كانت اقل من المتوقع بسبب اصابات كتير اخرته، واتحط تحت ضغط ملوش ذنب فيه، واتجال عنده اصابات مزمنة. رغم ان اصاباته ما كانتش عضليه وما كانتش في مكان واحد. راهنت على بيرسي تاو كتير، لان ما كنتش متقبل ان يتقال على لاعب كبير زيه ملوش فيها والكلام ده. كنت شايف انه مش لسه هيتقيم، هو اساسا جاي لنا نجم. رهان نجح بفوز تاو بجائزة الأفضل داخل القارة. فوز تاو بالجائزة كان بدايته لما رفض الرحيل عن الأهلي بعد رحيل موسيماني، وإصراره بترك بصمة تليق بيه وتليق بالنادي. وبعد نسختين دوري أبطال كان هو فيها كلمة السر. بيجي اليوم اللي ينتصر فيه المنطق، يبقى عندنا بيرسي تاو أفضل لاعب داخل القارة، وبجد مش مجرد لقب جماهيري، مش من المشجعين، بعد ما عمل أكبر مساهمة للاعب في تاريخ النادي في بطولة واحدة، ب10 مساهمات، وفي كل الأدوار الإقصائية من أول ربع النهائي لحد النهائي. أكيد كنت مستني أكتر من لاعب كبير زي تاو. بيعتبروه أيقونة في جنوب أفريقيا، وبيعتبروه أبو تريكة بتاعهم حرفيا. لكن في نفس الوقت سعيد إنه قبل ما يمشي ساب بصمة في موسمين كبار، إنه خصوصا الموسم قبل الماضي. وداعا بيرسيتاو، لقد أصبحت جزءا من تاريخ النادي الكبير، ونتمنى لك التوفيق في رحلتك القادمة.